ناس كتير بتفتكر إنه ما دام اتخانقنا مع بعض يبقى دي نهاية العلاقة، وبصراحة حقنا نفكر كده شوية بسبب الوش اللي بنديه لبعض واحنا بنتخانق مع بعض. هنتكلم دلوقتي عن ازاي احنا واحنا بنتخانق بنغلط بعض الغلطات اللي فعلا ممكن تؤدي بالعلاقة ان هي تنتهي، وهنتعلم ازاي كمان ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان الخناقة دي نطلع منها بعلاقة أقوى من ما بدأت. أغلب الناس مش بتعرف ازاي تدير العلاقة، وناس كتير بتخسر حقها بس بسبب الكلام وطريقة الكلام اللي هي اتكلمت بيه في وسط الخناقة. أول غلطة بنغلطها واحنا بنتخانق مع بعض إن احنا بيبقى كل همنا إن احنا نكسب المعركة بينا وبين بعض، وكل واحد فينا بيبقى عايز يثبت للتاني قد إيه هو رأيه الصح، فما بركزش خالص الشخص الآخر ده بيفكر في الخناقة إزاي أو شعوره إيه وإيه السبب اللي مخليه اتصرف بالتصرف المعين أو قال الجملة المعينة. تاني غلطة بنغلطها إن احنا بدل ما بنهاجم الفعل أو بنعلق على الفعل بنهاجم الشخص نفسه، ونبدأ في كلامنا نتخانق معاه ونلومه، وساعات في وسط اللوم ده بتطلع منا بعض الكلمات اللي بتكون مهينة شوية وتهين الشخص ده، فطبيعي رد فعله من ما يكون بيحاول يبرر ليه هو عمل الحاجة دي إنه يكون بيدافع عن نفسه وعن شخصيته وعن هويته، ويبدأ يرفض الكلام اللي بيتقاله ده. نوع تالت بقى بيفكر إن هو يهرب تماما من الخناقات ومن المشاكل، فكل ما تحصل حاجة تضايقه يتجنبها، يتجنب يتكلم عنها ويقول هي المشكلة هتتحل لوحدها. لكن المشكلة هنا ايه اللي بيحصل؟ ان الحاجات بتتراكم جوانا وبتفضل مع الوقت حجمها جوانا بيكبر، وفجأة تنفجر في وش اللي قدامنا، وعادة بتنفجر في وقت مش مناسب ابدا ان احنا نعرف نحتوي بعض واحنا منفعلين في مشاعرنا. رابع غلطة بنغلطها واحنا بنتخانق مع بعض ان احنا واحنا بنتخانق على مشكلة حاصلة دلوقتي بنبدأ نطلع لبعض الملفات القديمة بتاعتنا، وبنفتكر لبعض اخطاء الماضي، الحاجة اللي حجمها قد كده فجأة كبر معانا، وبدل ما نحل المشكلة اللي هي أصلا في ذاتها صغيرة، فجأة بقينا مضطرين نقتر في أفعال الماضي وأخطاء الماضي، ونبدأ نحتوي الموقف مش بس كله، لا ده احنا بنحتوي الشخصية بكل تاريخنا مع بعض. بيبقى أصعب إن احنا نحل المشاكل طول ما احنا ماسكين لبعض ملفاتنا القديمة. آخر غلطة بنغلطها واحنا بنتخانق مع بعض إن احنا بنخلي مشاعرنا هي تكون الفيصل في العلاقة، فبنشوف مثلا إن حد وهو بيتخانق بيبدأ يستخدم صوته ويعلي صوته وينفعل، فالطرف الآخر بدل ما يبقى بيتناقش بشكل منطقي في المشكلة بيبقى كل همه إنه يحتوي الصوت العالي ده. أو نشوف مثلا بنت وهي بتعبر عن مضايقتها من مشكلة ما تنهار في العياط، فطبيعي الشخص الآخر بدل ما يبقى بيحاول يحل المشكلة هيبقى كل همه إيه؟ إنه يحاول يهديها من انهيار عياطها ده، لأنه هو بالنسبة له أهم حاجة إن أنت ما تعيطيش، سيبك من المشكلة، المهم إن أنت تبقي دلوقتي كويسة. إحنا غصب عننا بنستخدم التكنيك ده، وغصب عننا بنخلي مشاعرنا هي اللي بتست ده تون، او بتخلي تون المشكله يا اما عالي قوي يا اما قليل قوي. بس بنكتشف في النهايه ان المشكله اللي حصلت محدش فينا بيحلها، احنا كل اللي كان همنا في العلاقه دي، كل اللي كان همنا في المشكله دي ان احنا نهدى. عايزه احكي معاكم دلوقتي في 6 طرق ازاي لما نتخانق صح، وعايزانا واحنا بنفكر في كلمه خناق عايزين نتصالح مع فكره وجود الخناق في العلاقات، لانه الحقيقه الخناقات بتورينا وشوش في بعض احنا محتاجين نشوفها في علاقتنا مع بعض، بالذات لو احنا لسه في البدايه وبنتعرف على بعض. اول حاجه محتاجه اتعلمها وانا بتخانق مع شخص او في نزاع بينا ان انا احاول اخد مكان الاخر. مره سمعت قصه عن حد وهو بيتخانق مع ابنه، او بيبقى فيه زي معارضه في الافكار بينهم وبين بعض، هو بيقرر انه يقف ويجي يقعد جنب ابنه، ويبداوا هما الاتنين يبصوا على المشكله او يبصوا على الفكره اللي فيه اعتراض بينهم وبين بعض من وجهه نظر بعض. فالشخص الاب ده يبدا يبص على وجهه نظر ابنه بشكل جاد وبصدق وبحب، ان هو عايز يخرج بره نفسه ويوصل لوجهه نظر ابنه. ده بيخلي الاب يبقى اهدى، بدل ما يبقى بيهاجم الفكره اللي هو معارضها، بيبقى واخد صف ابنه ويبداوا يفكروا فيها مع بعض. لو حاولنا نعمل كده مع بعض هنلاقي ان احنا مش مشكلتنا خالص، ولا همنا ان احنا اقول ان انا الصح، وعلى فكره انا اللي كان عندي حق، وعلى فكره انا اقدم في الحته دي، او خبرتي اعلى في الحته دي، او اقدم في الحته دي، اسمع مني واشتري. هيبقى همي اكتر اني عايز اسمع اللي قدامي، هو انت قصدك ايه بالحكايه دي. مشكله كمان ان احنا لما بنحاول نقول ان احنا الصح، احنا واحنا بنسمع الاخر على طول بيبقى دماغنا هرد ازاي، ايوه انا عايز ادخل على الجمله دي وهرد عليها، فبالتالي تقريبا بخلص وانا بسمع الشخص ده وانا ما ببقاش سامع قوي هو بيقول ايه، لكن ببقى سامع صوت نفسي وانا برد على الشخص ده. تاني حاجه محتاجين نتعلمها واحنا بنتخانق اني استخدم كلمه انا بدل ما استخدم كلمه انت، بمعنى انه اقول انه
إنه أنا حاسس إن أنا مش مفهوم كفاية، غير لما أقول لحد أنت عمرك ما بتفهمني، أنت عمرك ما بتستناني أخلص كلامي. فكأني وأنا داخلة خناقة أنا بهاجم الشخص، فرجعنا تاني لنفس المشكلة، مش بنحل المشكلة، إحنا بنهاجم الشخص نفسه. غير لما أقول أنا عندي مشكلة وأنا عندي تحدي عايزاك تساعدني إن إحنا نتخطاها. فبدل ما أكون أنا هنا والشخص هنا وبقول له أنا هي دي مشكلتي وتعالى حلها لي، بتنقل من المكان ده وابقى جنبه واقول له تعالى نشوف انا دلوقتي عندي تحدي اني ما بتسمعش كفايه، او ان انا محتاجه اشرح نفسي كذا مره، رايك ايه في الموضوع ده؟ فبيبقى الشخص بيتحول من انه شخص بيحاول يدافع عن نفسه لانه تهاجم، لشخص بيخرج ليا، بيخرج للاخر وبيشوف ازاي احنا هنحل المشكله دي. بيحصل كلاريتي في دماغه انه هو مش انا الموضوع قوي، فما عنديش حاجه قوي احاول اثبتها، ده هي الموضوع، ده هو التحدي، ازاي ممكن ابقى الهيرو في ان التحدي ده نعرف نتخطاه مع بعض. ثالث حاجة محتاجين نتعلمها واحنا بنتخانق، نركز على المشكلة لوحدها، ما نركزش على المشكلة وكل ملفاتنا القديمة مع بعض، وما ركزش على المشكلة وكل المشاكل اللي حصلت معانا ال3-4 شهور اللي فاتت. أعرف كابل البنت فيه اتعلمت تكنيك معرفش اتعلمته منين، ان هي بتحوش كل المشاكل اللي شافتها في العلاقة خلال الشهور اللي فاتت، واول ما بتقعد قعدة صفا تبدأ تطلع لستة بكل التحديات اللي هي شافتها في الشخص ده او في العلاقة دي طول الوقت اللي فات. دي طريقة كأني بقول اللي قدامي احنا مش هننفع مع بعض. غير لما اكون في علاقة مع حد انا بشترك مع الشخص الاخر ان احنا نحاول ننجح العلاقة، فكل ما بنلاقي مشكلة في ساعتها بنتكلم فيها. طيب لو احنا في ساعتها منفعلين جدا ورجعنا لحالة انه بخلي عواطفي هي اللي تتخانق مش منطقي هو اللي بيتخانق، ساعتها بنستخدم تكنيك جديد وهو انه ان احنا بناخد استراحة. هل الاستراحة دي معناها انه انا مش عايزة اتكلم دلوقتي، لا انا مش قادرة اتكلم دلوقتي وافضل انسحب من الموضوع، ولا انه واحنا بنتكلم في المشكلة وقت ما حصلت الاقيني انفعلت، الاقي صوتي عالي، الاقيني بدأت مشاعري تهيج، سواء حد بيعيط او حد بيتعصب او حد بدأ يشوح بايده، فجأة حد فينا محتاج يقول ثانية واحدة احنا محتاجين نستريح واحنا قاعدين مع بعض، نستريح واحنا بنشرب حاجة مع بعض، بناكل حاجة مع بعض، قبل ما نروح نكون اتكلمنا في الخناقة وقلنا كل اللي في نفسنا ووصلنا لحل، او على الاقل نكون عرفنا ازاي نحتوي بعض. لكن اهم حاجة اني ما استخدمش مشاعري عشان اناور في ان انا اخد حقي في الخناقة دي. طيب لو في خناقات ما بتخلصش في قعدة، او احنا خرجنا خروجة حلوة جدا واتخانقنا في اخر الخروجة ولازم البنت تروح، او مثلا حد من الطرفين ما تعلمش او مش طبعه ان هو لما يتعصب يروح فجأة هادي، هنا بنحتاج نبص على احنا الاتنين كأشخاص، انه علاقتنا واحنا كنا بشر اهم من ان المشكلة تتحل، او اهم من ان حد فينا يثبت ان هو الصح. ساعتها بنقول انه المشكلة ما زالت قائمة وهنفضل نتكلم فيها، بس هنعتبر انه دي البريك اللي احنا واخدينها لحد ما نروح ونبدأ نتكلم في التليفون او نتكست، ولو اني طبعا مش مع التكستين خالص واحنا بنحل مشاكل، نتقابل تاني يوم ونبدأ نتكلم في المشكلة. وعادة لما بنروح واحنا في علاقة جيدة مع بعض بنلاقي انه المشكلة بعد ما نمنا وصحينا وجينا نتكلم عنها تاني يوم احنا الاتنين بنبقى اهدى قوي، كأن المنطق بدأ ياخد مكانه اعلى ومشاعرنا وعواطفنا ابتدت تهدى عن امبارح على الاقل. الحاجة الخامسة اللي محتاجين نتعلمها في ازاي نتخانق مع بعض بشكل صحي، ان احنا دايما هدفنا ان احنا نوصل لحل وسط، بالذات لو المشكلة يا اما يا اما لا، دايما هيبقى حد عايز وحد عايز لا، حد عايز يمين وحد عايز شمال. بس احنا محتاجين نعرف انه مش بس علاقة الارتباط، اي علاقة في الدنيا لازم يبقى فيه compromising ما بين الطرفين، حد بيقرب من ناحيتي وحد بيقرب من ناحيتي. فكرة اني ابقى متزمت على رأيي، وفكرة ان انا مقتنع ومرتاح انه انا الصح، بتحتاج شوية بعض المرونة مني، انه لا مش شرط ابقى انا الصح، او ممكن ابقى صح بس مش هو ده اللي بيناسب الشخصية اللي انا بحاول اكون معاها علاقة. ساعتها برجع تاني على نفس النقطة، ان الشخص الاخر ده اهم عندي من رأيي، وان الشخص ده والعلاقة دي اهم عندي من انا اثبت ان رأيي هو الصح. اخر حاجة، واعتقد دي مشكلة كبيرة بتحصل في العلاقات، ازاي نختم الخناقة. لما بنتخانق مع بعض بالذات لو الخناقة كبيرة جدا بيجيلنا انطباع انه شكلنا كده مش مكملين، او ببقى في حالة توتر، يعني اكلمه ولا استناه يكلمني، هو احنا كده قافشين على بعض، طب احنا في بريك، طب هستنى، ويبدأ حالة التوتر اللي عادة
عادةً الناس ما بتعرفش إزاي تهندلها ونرجع تاني نكمّل في العلاقة، وفجأة بنلاقي العلاقة راحت مننا وباظت، مع إنه الموضوع كان بسيط، هي مجرد خناقة وخلاص، بالذات لو عندنا خبرات في الماضي إنه الخناقة هي معناها آخر العلاقة. عشان كده مهم جدًا سواء المشكلة اتحلت أو ما اتحلتش في قعدتنا، إن إحنا نمكّن لبعض ونأكد على بعض إن إحنا بنحب بعض، وإن إحنا بنحترم بعض، وإنه زي المشكلة دي مبسوطين إنها طلعت وقبت كده على السطح عشان بنعرف بعض أكتر، ويا ريت ناخد المشكلة دي تحدي عشان نشوف إزاي علاقتنا ممكن تقوى مع بعض. لما بقول كلمات زي دي تريحنا إحنا الاتنين، الموضوع مش بس في العلاقات العاطفية، حتى ما بين الأصحاب، لا اتنين اتخانقوا مع بعض وبعدين يخلصوا خناقة بس أنت غالي عليا، بس سيبك من الكلام ده، وفجأة نلاقي الهزار رجع تاني والعلاقة مشيت في ود. إن أنا أختم وراب اب الخناقة بشكل جيد بيحط روتس، بيحط جذور أعمق في العلاقة، لأني ببقى فاهم إنه يلا نقطة واليوم الجديد أو الجملة الجديدة دي بداية جديدة، يلا هنكمل للشابتر اللي وراه في علاقتنا. عشان كده بلاش إن إحنا نبعد عن الخناقات ونتجنبها، الفكرة في إن إزاي أديرها وإزاي أقول للآخر إن أنا عايز أبريدج ليك لأن أنت أهم عندي من العلاقة. عشان كده السؤال المهم وأنا داخل أتخانق، أنا عايزة أوصل لإيه؟ أنا عايزة أوصل الشخص ده لإيه؟ طب أنا مستعد أعمل إيه في الخناقة دي عشان اللي يهمني في الآخر إن إحنا نكمل مع بعض، ولا أنا داخل الخناقة دي عشان أنا عايزة أنهي العلاقة. هبقى واضح من البداية إنه إحنا بنتكلم النهاردة لأنه أنا جبت آخري في الموضوع ده، وشكلنا مش هنعرف نكمل في العلاقة دي مع بعض أيا كان نوع العلاقة اللي إحنا موجودين فيها مع بعض. أتمنى الفيديو ده يكون ساعدنا إزاي نعرف نتخانق مع بعض بشكل صحي. كده في الفيديو ده اتكلمنا عن إيه ال5 أخطاء اللي بنعملها وإحنا بنتخانق مع بعض. إن أنا بدخل الخناقة عشان أكسبها كأنها معركة، إن أنا بخلي مشاعري هي اللي تسوقني في الخناقة دي، إن أنا ما افتحش الملفات القديمة وكأنه أخليها جزء كبير من المشكلة، إن أنا بهاجم الشخص نفسه مش بهاجم المشكلة أو بحط المشكلة هي عين الاعتبار، أو إن أنا أهرب من المشكلة أساسا وتجنبها وكأنها ما حصلتش خالص. وتعلمنا كمان 6 حاجات نعرف نعملها ونمارسها ونكررها وإحنا بنحاول نحل المشاكل بيننا وبين بعض. إن أنا وأنا بسمع الشخص أبقى بجد بسمعه، ما بقاش في دماغي بحاول أرد عليه. إن أنا استخدم كلمة أنا مش كلمة أنت. إن أنا أخد استراحة لو لقيت الخناقة بدأت تكبر مننا ومشاعرنا بقت هايجة وإحنا بنحكي مع بعض. إن أنا وأنا بحل مشكلة أحل مشكلة واحدة بس، ما جمعش كل المشاكل مع بعض. إن أنا أحاول أوصل لحل وسط فيه إحنا الاتنين بنحاول نقرب مع بعض. أهم حاجة وأنا بختم الخناقة وبختم الحوار أأكد على إن إحنا في علاقة جيدة مع بعض ونمكن لبعض الاحترام والحب والتقدير. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا له لايك واعملوا سبسكرايب للشانل عشان تتابعوا الفيديوهات اللي جاية.